المفروض يا دينا لما يبقى في مشكله، اي مشكله، تيجي تقولي لي، نتكلم، نتناقش، نتخانق حتى. صعب قوي على الراجل انه يحس ان في حاجات في دماغ مراته وافكار هو ما يعرفهاش. دي في حد ذاتها خيانه يا دينا، وتخلي الواحد يروح لافكار زباله قوي زي انا فكرت فيها، وتخلي الامور تتطور ما بيننا. احمد ابوس ايدك ما تعملش نفسك ضحيه. انا ما صدقت هديت. انا مش عايز اعمل نفسي ضحيه يا دينا، لازم يكون في ما بيننا كلام ونقاش. انا فعلا عايزه اتكلم، بس ما اعرفش اذا كنت هتستحمل كلامي ولا لا. استحمل. انا شكيت فيكي وانت حاولت تنتحري. ايه اللي ممكن يحصل اكتر من كده؟ ماشي يا احمد، هتكلم. اي ست لما بتتجوز بتبقى عايزه تحس ان جوزها مالي عينيها ومالي حياتها، بس انا في وادي وانت في وادي تاني خالص. مشغول بحاجات كتير، شويه مع نفسك وشويه مع امك، وانا مجرد الست اللي انت اتجوزتها وخلفت منها، وفاكر ان حياتكم مفيش احسن من كده. ايه الكلام العايم ده يا دين؟ ما تقولي لنا حاجه معينه نقدر نتناقش فيها. هقول لك، يعني احنا هنا مثلا لما نكون مع بعض عمرك حسيت بيا؟ المشكله مش زي ما انت فاهم ولا زي ما امك فهمتك. الموضوع ما ينفعش يتشرح، انت لازم تحسه بنفسك. وما ينفعش كمان حياتنا تكون مجرد تأدية واجب. انت عارفه اي راجل اللي يسمع الكلام ده ممكن يعمل ايه؟ شفت؟ مش قلت لك مش هتستحمل؟ يعني انا اعمل ايه عشان ابسطك يا دينا؟ مفيش حد بيتغير، وانت كمان مش هتتغير. للأسف أمك ربتك على كده. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا ماما؟ هو في حد يجيله نوم في الليلة زي دي؟ بص، من غير ما تقول انا عارفه كل حاجه. عارفه ايه؟ عارفه ان المفروض ما اقعدش اكتر من كده. انا لازم امشي. ماما يا حبيبي من غير ماما، مراتك برضو عندها حق. اي ست ما تستحملش ان تشوف جوزها لازق كده في حضن امه، ما بالك واحنا عاملين عليها عصابه بنراقبها وبنشك فيها. انا لازم امشي، بس خد بالك الموضوع لسه ما خلص. دينا مش سهله، وانا ياما حذرتك منها. يلا يا حبيبي قوم خش نام جنب مراتك، يلا، وانا هقوم احضر شنطتي.